السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا صاحب كلاس؟ اخباركم ان شاء الله طيبين. رجعت لكم بفيديو جديد. هالفيديو انه دا افكر حاليا اعتزل لعبة كلاش اوف كلانز لعدة اسباب. واحدة من الاسباب انه صار لي فترة طويلة دا العبها. يمكن بعضكم ما راح يصدقون وهذا صحيح انه اني ما ناوي اعتزل، بس دا امر بمرحلة دا اريد اقلل كلاش اوف كلانز. السبب سبب خرافي. قبل ما اقول لكم السبب لاحظوا القاعدة مالتي. يعني صار لي سنتين وشهرين نلعب كلاش اوف كلانز تحديدا. مو هذا قبل 3 رمضان، يعني قبل مو هذا رمضان الراح القبله، لا القبله. يعني سنتين وصار له شهرين، شهر ونص او شهرين من خلاص رمضان الاخير. لاحظوا الجيش مالتي تقريبا كله ماكس. عندي 4 جنود فقط مطورين: البيبي دراجون، المينيون، هذا السبيال مال الاستنساخ، وسبيال السكلتون اللي يطلع سكلتون. باع القاعدة مالتي الدفاعات. عندي هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا الرابع، والخامس دا يتطور. يعني هذا الخامس. عندي ارشرات 3 دا يتطورن، 2 دا يتطورن، 1 ماكس. حكي حلو. قاعدتي ماكس، قاعدتي تعبان عليها، صرفت عليها، دا اطورها. صار لي فترة طويلة ابد ما عفت اللعبة بسبب نظام كلاش اوف كلانز الفاشل. من تقوي جنود تخلي اي واحد يجي يمسح بكل سهولة، مجرد انه هو يصرف وعنده مثلا برنامج وهمي يدلل افخاخ يقدر يمسحك. ما راح اطول عليكم، راح اشوفكم الشيء اللي خلاني اكره كلاش بصورة خرافية. لاحظوا طبعا تصميمي انا ضد النجمتين، تصميم ضد الفارمينج. يعني شلون تصميم اجمع بيه كؤوس المفروض التاون محمي. لاحظوا المهاجم اللي يهزم عليه تايتن الاول. اني تايتن 3 نزل باولر يمنى ويسرى، نزل الباول وراها هيلرات، نزل العمالقه بنص القاع، نزل بالنص العمالقه حتى يشتت الدفاعات، تتوجه على العمالقه وتعوف الباولرات. العمالقه الدم مالتها قوي واكو فوقها هيلرات، فلهذا ما راح يأثر على الباولر اي شيء. نزل الجامب سبيال الاول هنا. لاحظوا نزل الجامب السبيال الاول. الدعم مالتي باولر كنت محضر الهجمه اريد اهجم وما عندي درع، نسيت اخذ دعم مناسب، فلهذا هجم علي هذا اللاعب. لاحظوا القاعده مالتي بدات تتاكل لحد الان. الجيش نفرض انه هو محصور بنص القاعده، بس المشكله انه عنده باولر وفوقها الهيلرات الاير ديفنسات. الجيش كله توجه بمكان واحد. الجيش مالته منقسم، توغل بنص القاعدة مالتي. شال شال الانفيرنوات، شال الايجل التيلري. الدفاع الاول بتاون هول دعش هو الايجل. يعني اذا شلته من بداية الهجمة الجيش المهاجم راح يبقى يتملعب بكيفه، راح يقدر يسوي اللي يعجبه بالقاعدة. لاحظوا لحد الان 55% عنده الملك مالته يتعارك ويا الملك مالتي. هذا الملكة الكارثة، ملكة ليفل 40 ماكس، فوقاها 4 أو 3 هيلر. شراح يموتها؟ اريد افتهم. يعني الباولر اغلب يعرفون، اذا يعرفون الجندي الباولر انه جندي يمسح على العباطة. اي لاعب ممكن يمسح بيه. راح بعضكم راح يسألني يقول لي ممكن انت تهجم بيه. اوكي مالي ممكن اهجم بيه، اكو غير جنود. اللعبة ليش لازقة؟ ما جاي تقلل الدم مالته، او ما جاي تقلل القوة الخرافية مالته. صح مو ممكن اي لاعب يقدر يمسح بيه، بس لاعب اذا هجمة الباولر تعتمد 75% على الحظ. هاي واحدة من المشاكل اللي هيك لعبة ما ممكن انه الشركة تبقي مهاجم يعتمد على الحظ يمسح لاعبين تعبانين صار لهم فترة طويلة جاي يلعبون كلاس. ما اعرف شنو الفكرة من هذا الشيء. طبعا كلش انقهرت، خاصة انه من اني هيك تعبت على قاعدتي وهيك تطوير وما عايفة ابد، وبكل سهولة يجي اي واحد ممكن انه هو يقدر يمسحني لو شحط دعم. هاي الهجمة لاحظوا انه لحد الان وصل 88%، عنده 32 ثانية 30 ثانية. باقي عنده الملكة فوقاها 3 هيلرات. اسف دخلوا بالقرية مالتي. نرجع نكمل. لاحظوا ان الملكة مالته اكو فوقاها 3 هيلرات. بقت عنده الملكة 3 هيلرات. الجراند ووردن الدفاع 1 عندي. هذا الكانون متجه على
الجراند اوردن مالته الوقت 5 4 3 2 1. يس، مو مسح الحمد لله والشكر انه هو ما مسحني، بس 99%. لاعب سنتين وشهرين يلعب كلاش اوف كلانز وبكل سهولة بهجمة عبيطة يجيبون عليه 99%. راح اشوفكم السجل مال الهجمات. هاي السجل مال الهجمات مالتي، العفو اللي هاجمين علي سجل الدفاع 58 99% 72. لاحظوا اغلب الهجمات اللي جاي اخسرها بالباولر، اغلب الهجمات اللي جاي اخسرها هو باولر، دي يهجمون علي بالباولر. باعوا هذا 69% افتر عند الجيش، هاي باولر لا باعوا. لاحظوا هذا خسر الهجمة، هذا هجمة خسرها لان لاعب ما يعرف يهجم، باعوا 76%. هذا اخذ مني 17 كاس. باعوا كل القواعد، كل اللاعبين هاجمين علي باولر، والمهاجمين علي باولر لو نجمة وحدة لو خسرانين. ما اعرف الشركة شو وقت. شنو رايكم بالباولر؟ منو بيكم جربه؟ منو بيكم مجربه؟ منو شايف عليه هجمات؟ شاركوني بكومنتاتكم تعليقاتكم، اكيد تسعدني. حتى لو ما اجاوب عليها راح اقراها. ما اعرف نزلت هذا الفيديو لان صدق انقهرت بهذا تعب اللي انا تعبته واجي بكل سهولة يجيبون علي 99%. لا تعليق. اشوفكم بالفيديوهات الجاية. لا تبخلون علي باللايك والاشتراك والتعليق. سووا شير للفيديو لاصدقائكم. مع السلامة.